عمرِك حسيتِ إنِّك بتدّي من وقتِك وطاقتِك أكتر بكتير ما بتاخدي، وكل مرّة تحاولي تحطّي حدود تلاقي نفسِك راجعة خطوة لورا؟ النهارده هاقول لِك إزاي تحطّي حدود صح وتحافظي عليها من غير ما تحسّي بالذنب. الحدود مش بس كلمة لأ، الحدود هي الخط الفاصل بينِك وبين استنزاف نفسِك، من غيرها ممكن تلاقي نفسِك عايشة حياة حد تاني، بتفني نفسِك وبتحرقيها علشان تحيي حد تاني، وتنسي بقى احتياجاتِك ووجودِك أنتِ. زمان أي حد كان بيطلب مني أي حاجة كنت باقول حاضر فورًا، حتى لو الحاجة دي مرهقة أو أنا حاسة إن أنا تعبانة ومحتاجة وقت لنفسي، حتى لو أنا مش حابة اللي بيتطلب مني أو لو ما ليش مزاج أصلًا أعمله. ومع الوقت بدأت أحس إني متضايقة من الناس، مع إني أنا اللي سمحت لنفسي أكون متاحة طول الوقت. النقطة دي علمتني إن الناس مش هتعرف حدودي إلا لما أنا اللي أحطها. الحدود مش جدار بيبعدك عن الناس، هي باب مفتوح، بس مفتوح للناس اللي بتحترمك ومقفول قدام الناس اللي بتستهلك طاقتك. الموضوع مش قسوة، بالعكس هو احترام متبادل. وعلشان تعرفي ازاي تحطي حدودك وتحافظي عليها من غير ما تخسري اللي حواليكي، اعملي ال5 خطوات دول. أول خطوة اعرفي نفسك قبل ما توافقي أو ترفضي. اسألي نفسك، أنا مرتاحة أعمل ده؟ طب أنا عندي طاقة كفاية لده؟ الخطوة التانية حاولي تسمي إحساسك، لو حاسة ضغط قولي لنفسك أنا محتاجة راحة، أو قولي أنا دلوقتي مش متاحة. اختاري دايما الرد المناسب، مش لازم يكون رد قاسي. ممكن تقولي مثلا مش هقدر دلوقتي، بس ممكن الأسبوع اللي جاي. مهم بقى مع ال3 خطوات اللي فاتوا دول تعملي الخطوة دي، وهي إنك تستمري في إنك تحافظي على الحدود اللي انت حطيتيها. الحدود لازم تتكرر علشان الناس تعرف إنها ثابتة ومش استثناء. آخر خطوة بقى، جربي تحطي حد صغير حتى لو كان بسيط. ما تعديش النهاردة غير وانتي مجربة تقولي لأ لحاجة بترهقك وبتستنزفك وفعلا انتي مش عاوزاها. مع كل مرة بقى هتحسي بثقة أكتر، وهتكتشف إن اللي بيحبك بجد هيحترمك أكتر لما يشوفك بتقوي وبتقدري نفسك وبتحترمي حدودك. شاركيني بقى في التعليقات، يا ترى في موقف حسيتي فيه إنك عاوزة تحطي حدود بس معرفتيش؟ ولو عرفتي ابقي احكيلي حسيتي إيه بعدها. أنا غدير، وده الإست مورنينج، رسالة كده هنسمعها هتدينا دفعة لقدام، هتخلينا نشوف حاجات كتير حوالينا بمنظور مختلف شوية. مش لازم يبقى فيه كلام كبير قوي ومعقد علشان توصل للحاجة اللي تخليك تقرب من نفسك أكتر. كفاية رسالة بسيطة توصلك المعنى اللي انت محتاج تسمعه دلوقتي. وكل ما هتشوفني هتلاقيني بقولك يا صباح الإست مورنينج القمر.